هلو يا جماعة، ازيكم؟ زي ما وعدتكم ان انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان اشرح للناس اللي بتبتدي لسه الكيرلي جيرني تعمل ايه بالظبط. كذا حد لحد دلوقتي بيجي يسألني انا مش عارفة ابتدي منين، ايه البرودكتس اللي اجيبها. هنبتدي من الاول مع بعض اشرح لكم بالتفصيل. معلش انا هبرغية شوية بس you need to know this if you're interested. طبعا first الجيرني دي طويلة، it takes time. في ناس بتختلف عن ناس تانية، يعني انا شخصيا اخدت معايا سنة، في ناس تانية ممكن تاخد معاها اقل، وفي ناس ممكن تاخد معاها اكتر حسب الدامج الموجود في الهير. الدامج ده بيجي من ايه؟ بيجي من سشوار كتير، بيجي من بروتين، كولاجين، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان دي بتدمر الشعر تماما. طيب علشان ابتدي احدد البرودكتس اللي هستخدمها المفروض اعمل ايه؟ first step ان انا المفروض اعمل حاجة اسمها hair test. اعرف نوع شعري ايه. بجيب كوباية مية، بحط فيها شعرة خصلة، بحط فيها شعراية دي استنى لو نزلت تحت خالص معناها ان الشعر بتاعك hair high porosity type. لو الشعراية طلعت فوق معناها ان انت you're low porosity. لو في النص معناها you're medium. I'm sorry ان انا بتكلم for women بس this is for women and for men. بس انا عشان واخدة ان انا بتكلم عن women كتير. ف that's it. خلاص عرفت النوع. let's say مثلا I'm a low porosity. based على الكلام ده هستخدم زي مثلا هستخدم products معينة. you should consult someone أو start researching ايه products اللي هتمشي معاكي، أو consult an expert أو try the products on your hair. بس طبعا يعني أنا أفضل to consult an expert before trying because ملهاش لازمة. فدي حاجة. ايه بقى البرودكتس الجنرال اللي ممكن استخدمها في الاول؟ طبعا الجل والليفن شامبو كونديشنر. ويكلي ممكن اعمل هير ماسك. الجل معروف ناتشورال جل. I recommend Just Pure Gel. ده ممكن تجيبيه من على Just Pure account على انستغرام، order it online، او ممكن تجيبيه من The Curly Studio، هما sometimes they sell it. دي حاجة. بالنسبة للشامبو I'm not making any propaganda for the products بس I'm telling you my experience والحاجات اللي هي بتمشي معايا ومع most of the people on this journey. فالشامبو الأفضل till now is Bubbles. الشامبو ده حلو جدا، بينعم الشعر ما بيخشنوش. انتوا عارفين طبعا الحاجات اللي هي بتبقى سلفيت فري والحاجات دي sometimes بيبقى فيها شك ان هو ممكن ينشف الشعر قوي، بس بابلز مش كده. بالعكس هو انا عاملي شعري جدا، بيساعدني. حتى نقطة صغيرة بتعمل a lot of شامبو على شعري. ف it's really nice. go ahead buy it. يا اما برضو من اونلاين او هتلاقيه في بوب اب شوب اللي في داون تاون او بوينت 90 في تحت كده صيدلية اسمها بلوم. you will find it there برضو. ده بالنسبة للشامبو. conditioner you can use برضو bubbles conditioner أو you have Tresemme. Tresemme is برضو heavily used. it's available في كل الصيدليات هتلاقيه. فده بالنسبة للكونديشنر. يبقى احنا كده الجل شامبو and conditioner. نيجي بقى للليفن. الليفن ده أساسي 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 لازم استخدمه. في ناس بتيجي تسألني طيب ايه أكتر ليفن مناسب مع شعرك؟ لا، الليفن حسب نوع شعرك انت او نوع شعرك انت. بيز على التست اللي عملناه في الاول بحدد الليفن. يعني انا مثلا اعمل له porosity hair type، هيبقى في products معينه هي دي اللي هتمشي مع شعري. مفيش حاجه اسمها the best product used by everyone. هو في ليفنز كتير جدا وشركات كتير جدا بتعمل الحاجات دي. فالاول بس حددي او حدد البرودكت سوري الهير تايب and then start برضو researching او asking an expert ايه اكتر ليفن يناسب الهير تايب بتاعي. طيب ببتدي بقى ازاي؟ ديلي اما باجي اغسل شعري شامبو، بعدين بحط كونديشنر واخرج شعري مبلول، ابتدي احط عليه الليفن. ليفن بيبقى قد الكوين كده، بحط عليه الجل and I start putting it على شعري. اما باجي احطه على شعري ما بحطوش كده او مثلا كده، انا بعملهم الاتنين مع بعض كده بايدي، واحاول على قد ما اقدر ان انا get it through my hair بحيث ان هو ما يبقاش ملزق في حتة واحدة.
اوكي، يعني try to make it on all of the parts of your hair. خلاص، دي اول حاجه. بعد ما تخلصي ببتدي امسك شعري كده واطلعه لفوق بايدي بحيث ان هو يعمل كيرلز. الكيرل هتلاقيها طلعت فوق، اوكي. او ممكن استخدم برضو فوطه، بس انا اللي بعمله ان انا بمسك شعري كده بايدي، ابتدي اطلعه سكرانشت اب، وبعدين اجيب فوطه او اي تي شيرت قطن قديمه، ابتدي برضو نفس الحكايه عشان تاخد البلل من الشعر. then I start diffusing. الديفيوزنج اللي هو الديفيوزر اللي هتلاقوه في الفيديوز اللي قبل كده. الديفيوزر ده بيخلي شكل الشعر حلو قوي. يعني sometimes ممكن الواحد يسيب شعره وهو ينشف لوحده، بس انا بفضل الديفيوزر عشان هو بيدي شيب احلى. هتلاقي الديفيوزر ده موجود في سمير ويليام برضو. it's affordable I think مثلا 150 حاجه كده، مش غالي. بس دي process طبيعيه جدا هنمشي عليها لحد ما you feel your hair is getting back healthier and much better. طيب بالنسبة للناس اللي بتسألني على تقل الشعر، ايه اكتر حاجة ممكن تقلي شعري؟ انا شعري خفيف، شعري ضعيف، اعمل ايه؟ الخصل اللي هي بتبقى في الاخر مطلعة كذا شعراية من الاندز. oils and deep conditioner. خلي فيه يوم في الاسبوع ده اليوم اللي هتعملي فيه الهير ماسك او الديب كونديشنر او الاويل هير ماسك. انا بسويتش كل اسبوع، ببتدي اما اعمل اويل، الاسبوع اللي بعده اعمل ديب كونديشنر. الحاجات دي برودكتس دي افيلبل في مصر وفي ناس بتبيعها في اكاونتس كتير جدا. I will mention في الكابشن تحت الفيديو. و ممكن تتجاب من بره، يعني طبعا لو في availability حد مسافر وراجع على مصر طبعا بيبقى ارخص، ولكن still if you need it قوي it's available في مصر. فده بالنسبه للاويلز. ايه انواع الاويلز اللي ممكن استخدمها؟ انا شخصيا بستخدم ايدن جرينز وندر هير اويل، اسمه وندر هير اويل من ايدن جرينز. الاويل ده هايل في كذا نوع اويل، الوفيرا على كوكونات على كذا حاجه. it works with most of hair types عادي. الديب كونديشنر ده بقى it works based on your hair type. يعني انت لو low او high او medium based على ده بحدد ايه الديب كونديشنر اللي هستخدمه. برضو the same thing زي الليفن. بس this is all و I hope you get the results you want. I want to be very patient. نصبر على الحاجة لأن فعلا الجيرني دي worth it. أنا شعري كان متدمر، كان شكله وحش جدا، كنت بخرج ببقى نفسي على طول ألمه من كتر ما مش عاجبني الشكل. كان حتة straight وحتة curly والدنيا بايظة خالص. ولكن فعلا go ahead do this, don't give up. و if you need anything I'm here for you. و again you have to research ايه احسن حاجة for your hair. ما ننامش الموضوع. بس كده. و I hope ان الفيديو كان useful بالنسبة لكم and thank you very much for watching.